كبرهم. ما طلبوا منك كام يا نجم؟ 20,000 يا اسطى. بس انا يا عم انا لعيب سوبر، طالبين مني 15. عرفت ليه احنا ما عندناش مواهب؟ عرفت ليه احنا ما عندناش محترفين؟ عرفت ليه احنا بنشوف في الدوري بتاعنا لعيبة كسر؟ مع احترامي الكامل لشخصيتهم، لكن في الكورة هم لعيبة كسر وما يستحقوش اصلا ان هم يتقال عليهم لعيبة. عرفت ليه منتخب مصر هيفضل ضعيف؟ فهمت ليه احنا مش متقدمين في الكورة زي المنتخب المغرب، وعمرنا ما هنوصل للي وصل له منتخب المغرب طول ما احنا ماشيين بالشكل ده. فهمت الكورة عندنا بتدور ازاي من المنشأ بتاعها، من الاساس تحت. هو مش بيبني، هو بيستثمر. فهمت الدنيا ماشية ازاي. فهمت ان انت طول ما انت ماشي كده عمر ربنا ما هيكرمك، وعمرك ما هتوصل لحاجة كبيرة في الكورة. فهمت ان انت بعيد قوي 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 عن منتخبات تانية طلعت من وراك وسبقتك بخطوات كبيرة جدا. فهمت الدنيا عندنا ماشية ازاي. مفيش اي رد او اي تعليق ممكن الواحد يقوله غير حسبي الله ونعم الوكيل في اللي الناس دي بتعمله. احنا بعيد جدا. وما تقعدش بقى تقول اصل منتخب المغرب عمل، اصل منتخب مش عارف مين وصل. انت بعيد، وطول ما انت ماشي بالسيستم ده من تحت خالص عمرك ما هتتقدم وعمرك ما هتتطور. وطول ما انت ماشي بالشكل ده هتشوف الدوري بتاعك دوري كسر، وهيفضل دوري شركات ودوري محدش بيتفرج عليه. هو يا دوب انت عندك 3-4 فرق هو اللي الناس متابعاها، وهي اللي لها جماهير، وهي اللي الناس بتتفرج عليها، وهم اللي مسيطين الدوري. بقية الدوري كله شوف بقى عد 18 نادي أندية كسر، وأندية ملهاش أصلا إن هي تلعب كورة.